هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا في كلام بين النادي الاهلي، حصل لينك بين رمضان صبحي وبحث امكانيه العوده. الحقيقه الكابتن الخطيب ما سابش يعني ساب مسافه بين اللي هو ممكن يرجع وممكن ما يرجعش، ما قالش لا. رمضان صبحي عن طريق طبعا الكابتن اكرامي وكل الاقاويل اللي بقى لها سنتين، اللي هو عاشق للنادي الاهلي وهو لعيب في النادي الاهلي وهو محب للنادي الاهلي. وانا اعتقد ان رمضان صبحي فعلا من اللعيبه اللي كانت قبل المشكله بتاعتها، يعني اللي هو عنده استعداد اللي هو يرجع للنادي الاهلي مره اخرى. كابتن الخطيب حتى لما ماتش بيراميدز، لو حضرتك شفت اللقطه اللي هو حضنه، يعني اللي هو في مباراه الاهلي وبيراميدز في السوبر اللي الزمالك انسحب فيها او اعتذر يعني، ولعب الاهلي وبيراميدز اللي على المنصه لما جه رمضان صبحي ياخد الميداليه الفضيه، حصل اللينك ده ما بين كابتن الخطيب ورمضان صبحي. من هنا بدات الاقاويل. انا عشان يعني عايز اقول لك ان انا قريب من حد قبل ما اجي كالعاده بحضر اي اخبار حصريه لاصداء الملاعب ولحضرتك طبعا. ربنا يخليك. فطبعا الكلام اللي فعلا رمضان صبحي فيه مباحثات، وفي خاصه اللي هو جاله عرض من السعوديه وممكن يحترف يرجع لاوروبا تاني. القصه كمان ان نادي زد، ودي بقى الجديده في الموضوع، عرض على رمضان صبحي مبلغ كبير جدا، وقال له انت عارفه في مش عايز اقول حاجه اول مره برضو الناس تعرف اكيد اللي انا بقوله دلوقتي، ان زد العيله اللي هو طبعا انت عارفه بتاعت نجيب، مستر نجيب، الفرقه الثانيه الجونه برضو بتاعت اخوه، استون فيلا بتاعت اخوه، ابن اخوه الثالث، فهم عاملين توأمه، فريق اسمه مكادي طالع دوري المحترفين برضو بتاعهم في منتجع الجونه. فتخيلي شوفي كل ده منظومه رياضيه متكامله. قال العرض بتاع رمضان صبحي مع زد او FC مصر اللي هو الاسم الحقيقي، ان هو يوقع عقد 3 سنين وهيحترف في استون فيلا الموسم الثاني او في منتصف او في الدور الثاني، يعني الموسم الثاني بعد ما يلعب مع زد رمضان صبحي يستفيد بيه ايا كان زد هيكمل او لا، ورمضان صبحي هيلعب في استون فيلا. وده من ضمن العقود او الحاجه المغريه لرمضان صبحي. لكن رمضان صبحي مصمم في الاول الموضوع اللي هو يرجع للنادي الاهلي بشكل كبير جدا. الموضوع خلاص مش عايز اقول 3 سنين عمل الفلوس اللي هو عايزها، لكن حد قريب منه جدا وكابتن اكرامي والكابتن هياكدوا لي او ياكدوا لحضرتك في اي تليفون، في اي اتصال، في اي رد، اللي فعلا رمضان صبحي حريص على العوده للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. وده بدايته، مش عايز اقول شراره الخير، اللي هو يرجع بعد مباراه السوبر بين الاهلي وبيراميدز في دبي.